السادة محبي المجسم المستدير، أهلا بكم. ماتش بعنوان يلا ننزل نلعب كلنا يمكن نكسب. مباراة بيواصل فيها الأهلي نزيف نقاط الدوري بمستوى باهت وكتيبة لاعبين بلا خطة واضحة. انتهت المباراة بالتعادل 1-1، هدف لكل فريق، عدد 2 هجمة خطيرة لكل فريق، شوطة من بره ال 18 لكل فريق. مفيش كلام كتير عن الخطة أو عن التكتيك لأن المباراة كانت أقل من متوسطة بالنسبة للفريقين. حسيت إني بتفرج على ماتش مدرسة بأقل مستوى. الشوط التاني كان ممل جدا. أول نص ساعة الأهلي كان ضاغط الملعب، معدي نص ملعب إنبي، كان بينقل الكورة وبيحاول يوجد ثغرات. لما الكورة بتضيع من الأهلي عد لحد 5. كانت الكورة بترجع والاستحواذ بيرجع، لكن بتمسك الكورة ما بتعملش بيها حاجة، يعني استحواذ بدون فعالية. ده كان شكل الأهلي. الحل جاي من كورة عرضية من محمد هاني، رفع كورة عرضية لتريزيجيه اللي طلع جاب الكورة من الدور الثالث جون. لو تشوف الجون ده عايزك تشوف مدافع انبي عمل ايه. رقم 5 احمد سبيحة كان بينزل، يعني الكرة طالعة فوق وهو بينزل تحت في الارض. المهم تريزيجيه قدر يجيب جول. بداية الشوط الثاني من الدقيقة 46 لحد الدقيقة 65 لحد ما انبي جاب هدف التعادل، 20 دقيقة انبي فتح الملعب تماما، بيلعب بضغط عالي، 7 لعيبة في نص ملعب الاهلي و3 لعيبة بس في الدفاع. نادي الاهلي ما كانش بيخرج الكورة، كل الكورة بتتشتت ولعب عشوائي. على الرغم ان عندك مين؟ عندك كوكا، ديانج، مروان، بن رمضان، تريزيجيه، كل دي لعيبة تقدر تستلم كورة، تبني لعب من التلت الدفاعي للتلت الاوسط للتلت الهجومي، وده اللي ما حصلش. بعد الدقيقة 65 بدأت تغييرات مركز بمركز. كل اللعيبة اللي نزلت كانت مش عارفة أدوارها إيه. كرة عشوائية، كرات طويلة استمرت، كرات بتتقطع كتير جدا، كرات عرضية مقطوعة كتير جدا. كل لاعب يمسك الكورة يا إما تطول منه يا إما يبصيها غلط. استمر مسلسل ضياع الكرات. ده نتيجة إن مفيش أدوار. خلصت المباراة. هنبدأ من النهاردة شرح بعض الحالات على البورد لحد ما نخلص البرنامج اللي احنا ان شاء الله ناويين نشتغل بيه في التحليل في الفترات الجاية. كان في نص ملعب انبي هنا، وكان ثلاثي نص الملعب مروان عطية وديانج وبن رمضان، يا اما بيميلوا ناحية اليمين بنفس التحرك ده يا اما بيميلوا ناحية الشمال. فكانوا بيمثلوا كثافة عددية في منطقة دفاعات انبي، ولكن المنطقة دي اسمها الهاف سبيس، ما كانتش مستغلة، ما كانش في حد بيدخل للمنطقة دي. كانت اللعيبة بتقف هنا وتدور لعب، ترجع الكرة تاني تلف. ده كان شكل النادي الاهلي في الشوط الاول، كان ضاغط الملعب بهذا الشكل. لما نيجي نشوف جون تريزيجيه جه ازاي، هنلاقي ان الكوره بانت عادي جدا من الدفاع ودارت وراحت من اليمين للشمال ورجعت تاني لمروان اللي ادى الكوره لبيكهام. بيكهام كان هنا، عمل كروس لهاني، هاني عمل عرضيه لتريزيجيه، جول. ده حصل بشكل سريع شويه لان اللعب كله كان مترحل للناحيه الشمال، وتم تدويره للناحيه اليمين بكروس سريع لهاني اللي قدر يرفع كوره
ويدخل جول. علامة استفهام سؤالي الكابتن عماد النحاس، ليه ما استغلتش ال 20 دقيقة في بداية الشوط الثاني انك انت تكسب المباراة وتضمن الثلاث نقط؟ 20 دقيقة انبي فتح الملعب وانت عندك لعيبة تقدر تستحوذ على الكورة، على الأقل تنزل بنفس الشكل اللي نزلت بيه أول نص ساعة في المباراة. سؤال تاني، ليه ما فيش شكل وخطة واضحة للأهلي؟ هل في مشاكل إدارية؟ هل تتابع الأجهزة الفنية وتغييراتها وتقسيماتها الداخلية ليه علاقة؟ هل هنشوف الأهلي في الفترة الجاية بنفس الصورة؟ ده سؤال. شابوه النهارده، شابوه كابتن حمزة الجمل، قدر يطلع بنقطة من المباراة رغم تواضع الفريق، بس هو حاول يوصل لمرمى الأهلي من خلال هجمات مرتدة، ما جاش منها أهداف لكن عمل منها خطورة. لقطة المباراة الأولى الشاب العالمي من برمضان، اللقطة التانية صاروخ مروان. الهدف الأول لنادي الأهلي هدف حلو، نقل كورة من اليمين للشمال بكروس من أحمد رمضان بيكهام، هاني عرضية تريزيجيه طلع جابها جول، العجوز على يمين الشناوي جول. شكرا للمتابعة، أتمنى دعمكم، انتظروني في تحليل جديد.